جهاز هندسي. إلى العمليات كيف تسمعني؟ خشور ما يسمعك موضوع حارس الإرسال. أقول وصلني وأنا واقف على نقطة التفتيش وسلم وقلنا له هلا حضرة الباشا. قلنا بتصالونه سألني لماذا ليش؟ قلنا بتصالونه سألني لماذا ليش؟ وقلت زجاجه واضطهاد والمحشاشة واضطه زجاجاته كرهت الوطن والعيش منها ولدي شفته ضوى قلبي انعاشه. علي الحرام انه فقطه الحاله جيش وخوفي على النخبة إذا حرك رماشه. فلا فادت الدشكة ولا الرش والترشيش ولا العسكري فادت مخابط رشاشه. وانا يا ريتني ماني بجندي ولا في الجيش وقاطع على خط العبر وانها بالماشيه. معي من رجال الخمر والقات والتحشيش وشله معي على الخط الجاي دقاشه. اللي كان ينهبته له ربوع الطيش ولا معه 200 حارس في حواشه. وصوب البطانه ديرتي باخذه بشويش ومن خيرته مع الحرير بلقي قماشه. وبسكنه قصرا بعيدا عن التشويش وانا من ذهب صافيه بسوي فراشه. وبرقبه بالعيش لو بايقع حتى يشنه من القال يتعلى على عراشه. ولكن لي مبدأ وانا عسكري في الجيش وامن المواطن غاية اللي يومي عاشه. ولكن عرفت الان جينا علشان ايش؟ اثر ما هو علشان الوطن بس ونعاشه. كأننا تدربنا علشان ذات البيش ونحن علشان هوامير بطاشه. وظنه سبب الاوضاع من حرب من تهميش ومن سبه الحوثي غزانا وعفاشه. ولجله اظن ان التحالف دخل تهبيش وناش الوضع من شان هذاك هو ناشه. وذا الحين يا ريتني طير ومعيريش كم الصقر ذي الاباق بيحرك رياشه. وبطير فوقه عشان باعيش ومن حيث ما يسكن بين الصقر عشاشه. سلامتكم صح الله بدامكم. اسم الجندي ابو مالك بن عبد الحق. الشاعر ابو مالك بن عبد الحق. ابو مالك تم في العمليات للجزاء العسكري. استلمت.